السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم وصفة الشامية اللي تجي معسلة وبنينة وطرية ومقادير مضبوطة ومتوفرة في كل بيت. تابعوا معايا الوصفة للآخر. الله والصلاة والسلام على رسول الله. باش نحضروا الشامية تاعنا نقوموا بتحضير الشربات. ربع كيسان تاع ماء، مع 2 كيسان تاع سكر، نفس الكاس نعبروا به كما راكم تلاحظوا معايا. ونضيفوا نصف تاع حبة تاع ليمون ونصف عود قرفة، ونضعهم على نار هادية حتى الغليان. نحركوا المكونات تاعنا ونخليهم يغليو. نجيبوا السنيد تاعنا تاع الشامية، نديروا 3 أكواب تاع السميد يكون حرش كيما التشيشه. الطول تاع المقاسات تاع السنيد تاعنا 20 على 24. نضع الاصبع كيما هكا كيما راكم تشوفوا باش نشوفوا العمق تاع السميد تاعنا كيفاش يجي. هذه هي الكميه المناسبه لهذا السنيوه. نجيبوا السكر تاعنا اللي هو كوب ونصف تاع سكر ونصف كوب زيت، كوب تاع ماء زهر، نفس الكاس نعبروا به، ملعقه صغيره من الفانيليا. نخلطوا المكونات بالبغاميكسور. وها هو الخليط اللي تحصلنا عليه. نجيبوا 3 كيسان تاع السميد تاعنا، نحطوهم في إناء ونفرغوا عليهم هذاك الخليط كما راكم تلاحظوا معايا. الخليط يجي كريمي. ونخلطوا السميد تاعنا مع الخليط كما راكم تلاحظوا. من بعد نستعملوا اليد من الأحسن باش السكر يذوب، السكر يذوب مليح مع السميد كما راكم تلاحظوا معايا. نجيبوا البلاط تاعنا ندهنوه بالزيت باش ما يلصقناش، ونفرغوا الخليط تاعنا في السنيوه، ونبقوا نحطوا فيها كما راكم تلاحظون، نخبزوا فيها هكا الى تكون متساويه كاع في الجوانب. نديروا هاد الطريقه، نخبطوه على البلون دو طرافاي باش يتساوى. بعد ما غلى السيرو تاعنا نحسبوا 5 دقائق ونطفوا عليه. نسقموا الشاميه تاعنا ونكونوا سخنا الفرن على 180 درجه. نحطوها طيب من التحت ومن بعد نشعلوا عليها من الفوق. هنا راني نقسم فيها كما راكم تلاحظوا، نقسمها مربعات ونديروها طيب. طابت الشامية نشربوها بالسيرو. ها هو الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش الإعجاب والتعليق، وتدعموني وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من مطبخي وصحة فطوركم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.